كونيتشوا ميناسان، معكم ميكو تشان. اهلا بيكم في فيديو جديد. كتير سألنا ازاي نعمل شخصية فيتيوب خاصة بينا من غير ما اكون بعرف ارسم. انا واحد فاشل في الرسم زي حالاتي اكيد، فانا عايزه ارسم شخصية. اعمل ايه؟ هنستخدم موقع اسمه ليوناردو دوت اي اي. ده ايه؟ ده ذكاء اصطناعي بيعمل لنا كاركتر، يعني كاركتر محدش استخدمها قبل كده، هو اللي بيخترع لي، هو اللي بيجيب لي الشكل بتاعها. فاول حاجه هندخل على البرنامج بتاعنا عادي وهنضغط جيت ستارت. لو انت مش مسجل عليه قبل كده بايميل، لما ياخدك على الواجهه دي يقولك لازم تسجل بايميل اللي هو الجيميل بتاعك. لو انت مسجل عليه قبل كده خلاص بيقوم داخل بيك مباشره. طبعا في خواص كتيره بس احنا هنركز على الدايره اللي في النص بقى، اللي هي imagine جنريشن، ان احنا نعمل جنريشن لصورة جديدة. انت بتديله البرومبت بتاعه اللي هو التعليمات اللي هو عايزها، وعلى اساسها بيعمل لك الصورة اللي انت عايزها. يعني عايز شخصية شعرها طويل شعرها قصير كده، فانت اللي بتحدد له. فاحنا هنحدد من الجنب الستايل، احنا عايزين الستايل انمي. طبعا في ستايلات كتيرة بس طبعا شخصية الفيديو هتبقى انمي. بعدين بيقولك انمي جنرال، يعني كل حاجة في الخلفية جنرال. لا، انا هنزل كده تحت هحدد له ان انا عايزة الكاركتر بتاعتي بس هي اللي تكون شخصيتها انمي، مش هخليها جنرال. لا، انا هخلي الخيار ده اللي انا ضغطت عليه ده، الكاركتر هي اللي تكون انمي. وبعدين الباقي اسيبه زي ما هو، ممكن بس اغير الحجم بتاع الصفحة يكون المستطيل و4 زي ما هم. بس دي كل الفكرة. وبعدين كاتباله في البرومبت بتاعه ان هي تكون انمي كلوزنج. اكتبوا بس انمي كلوزنج وبعديها وايت باك جراوند. ركزوا قوي ان الباك جراوند تكون بيضة عشان نقدر ان احنا نتحكم فيها بعد كده. وبعديها نضغط جنريت بكل بساطة ونستنى لحد ما الصور تتحمل. مش هتاخد وقت طويل ابدا، لا هو سريع جدا، انتظروه. طيب دول اول 4 صور ظهروا لنا زي ما انتم شايفين. شخصية الفيتيوب متاح ان انت تستخدمها عادي، محدش استخدمها قبل كده، خد بالك دي لسه الصور جديدة. لو جينا نفتح اول صورة دي مثلا، خلينا نشوف الشكل بتاعها. مقسم لك البنطلون لوحده، القميص لوحده، الحتت لوحدها، وجاب لك الكاركتر في النص والدماغ لوحده لو انت حابب انك ترسمها. برضو الكاركتر التانية نفس الشيء. هنرجع نقول ان هو ذكاء اصطناعي، يعني ممكن الشخصية تبقى فاقدة ايد، فاقدة رجل، فاقدة حاجة زي دي، ولكن هو كويس في العموم. الشخصية التالتة برضو نفس الشيء، شكلها كويس جدا. انت ممكن تستخدم الشخصيات دي في ايه بقى؟ ان انت تحاول انك ترسم منها او تستنبط منها افكار، او تعمل زي ما هنقولك في المستقبل هتعمل ايه بالكاركتر دي عشان انت تحركه. انا حاليا بعلمك ازاي تجيب شكل كاركتر، جبتها خلاص. هعلمك بقى في المرحلة الجاية ازاي انك تجزأها او انك تعملها في ملفات منفصلة عشان خاطر احنا نحركها في المستقبل. انا حاليا لسه بتعلم البرنامج بتاع التحريك بيتعمل ازاي، بس وقت ما اتعلمه هنزلك بالفيديو اكيد مباشرة. حاليا بنحاول نمشي خطوة خطوة مع بعض ان احنا نحاول احنا نجيب شكل الكاركتر بتاعتنا. انا ما بعرفش ارسم وعادي ده بالنسبه لنا، فازاي ان انا اجيب الكاركتر دي كيوت قوي. ازاي ان انا اجيب كاركتر بكل بساطه من غير ما ارسمها، ما يكونش حد استخدمها قبل كده. الذكاء الاصطناعي عليك ليه؟ لان هنا دي بتاعتك انت، الملابس بتاعتك، مش جايبها من اي حته، خاصه بيك انت بس. طيب ممكن نجرب ان احنا ايه. طبعا يعني الكاركتر دي برضو انا شايفه انك ممكن تحاول انك تستخدمها، يعني تحاول ترسمها. الناس الرسامين بقى لو انتوا تعرفوا تاخدوها على ايبكس بينت اللي هو نرسم عليه، وتحطوها عليه وترسموا فوقيها وتلونوها انتوا وتعملوا لها ملفات منفصلة. عارفين انتوا الفكرة دي؟ هو ده اللي احنا هنعمله في المستقبل عموما. يعني احنا هنستغلها، هنجيبها وهنرسم فوقيها وهنقطعها حتت بقى، كل جزء يبقى في فولدر وساعتها هنعرف نحركه. في النهاية الرسمة بتاعتك، انا وليكم مثلا انا خدت الرسمة دي وحملتها وهعينها عندي لحد ما اتعلم برنامج التحريك. يبقى دي كانت اول حاجة بالنسبة لنا، ان احنا ايه، نجيب كاركتر جديد. ممكن ان احنا نجرب نعمل كاركتر تانية، نحاول نجيب موجة كمان، ولكن نزود عليهم كلمة بس فيتيوب. هحط لهم كلمة فيتيوب بس عشان يجيب لي كاركتر فيها حيوية شوية، وهضغط جنريت يجيب لي 4 كمان. خلي بالك انت بيبقى عندك نقاط محددة كل يوم زي ما موجودة فوق كده، دي الفلوس كل يوم بيتجددوا، تقريبا بيكونوا 160 نقطة كل يوم. يعني ممكن ال4 صور بياخدوا منك 10 نقاط يوميا على السيستم اللي انا مظبطه ده. لو عملت يعني كاركتر كل يوم، يعني لو عملت كتير كل يوم مش هيبقى صعب بالنسبه لك انك تستخدمه. حاليا بننتظر الصور ان هي تخلص. دي طبعا كاركتر جديده، واو يعني فعلا معنى اصح. الشخصيه دي لفتت انتباهي قوي. انا بحب الشخصيات من النوعيات اللي بتبقى ملابسها زي ملابس الفانتازي. حتى جايب لك الرأس في جنب لوحدها وباقي الجسم في جنب لوحده، فدي حاجه كويسه. لو انت عايز ترسم بقى تفصل كل حاجه في جزء لوحدها. وبرضو في كاركتر تانية دي برضو، بس دي مش متجزأة، ده جايبها بس كلها كاملة على بعضها. ودي برضو نفس الشيء، بس الشخصية التانية فيها إعاقة في إيدها تقريبا لأن إيدها محودة لورا،
فهو جايبها لك كفكرة، يعني كل دول بجيبهم كأفكار. دي الكاركتر دي احنا لسه شايفينها من شوية، فيها شبه منها شوية. ممكن انت بقى بشطارتك على ايبكس بنت، بدل ما تجيبها واحنا نرسم فوقيها نخلي شعرها لون مختلف مثلا، نغير في ملابسها سيكا، وهكذا. هنعلمك برضو، يعني انا بحاول اتعلم معاك، وحتى لو انا ما بعرفش ارسم حاليا بحاول برضو ان انا اتعلم. يبقى دول كل الكاركتر اللي احنا عملناهم النهارده بالبرنامج ده، هنعينهم عندنا لحد ما نحتاجهم. ولما نوصل لمرحلة ان احنا نبدأ نحركهم هفكركم بنفس الكاركتر دي تاني، واقول لكم يلا نبدأ ان احنا نحركهم بالبرنامج بتاع التحريك. ولكن عشان يكون في علمك، برامج التحريك مش على الموبايل نهائيا، ومستحيل يكون في برنامج تحريك على الموبايل. برنامج التحريك بيكون على البي سي. فانت لو مش عندك بي سي فيفضل ان انت ما تفكرش انك تسأل على ازاي اني احرك الكاركتر بتاعتي اللي انا راسمها بالموبايل. اتمنى لكم التوفيق، مع السلامة، سايونارا.